السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. النهاردة يا حبايبي كده معانا فيديو جديد. بصوا، نشاط من فوق لتحت. بصوا تعالوا نشوفوا الفيديو ده، هيعجبكم قوي. ويا ريت لكل اللي شغل الفيديو يشترك في القناة، واللي لسه مشترك جديد يدوس على زر الجرس ويحط لي تعليق جميل كده. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم وما يحرمنيش من تعليقاتكم الجميلة. احنا متعودين كده دايما يا حبايبي مع بعض قبل ما بنبدأ اي حاجة، متعودين دايما بنصلي على النبي. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. طول ما انت بتشتغلي كده اذكري الله، وانت هتلاقي كل حاجة في ايدك سهلة وبسيطة. الا بذكر الله تطمئن القلوب. والله يا حبايبي بصوا النهاردة كده ايه حبيت اعمل معاكم. بصي، يعني انضف البيت كده علشان خاطر عمتي جايه من مصر، هي يمويات ام روضه. ربنا يخليها يا رب ويديها الصحه ويخلي لها اولادها. جايين بقى الاولاد خلصوا امتحانات، هيجوا بقى يقعدوا معانا كذا يوم كده. هنروق الدنيا كده يا حبيبي عشان يجوا ويلاقي البيت نظيف وكده. انتوا متعودين ان انا ببقى دايما بصور معاكم وبنضف وكده. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم وما يحرمنيش من تعليقاتكم الجميله. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصل لكم كل الفيديوهات بتاعتي. هننفض كده يا حبايبي عشان احنا على الشارع عندنا تراب على طول. لازما كده نمسح الحيطان عشان لو في عنكبوت او كده. لازما تمسحي الحيطان وتنضفي اول باول علشان خاطر يبقى بيتك نضيف كده ويشرفك قدام اي حد. ربنا يزيدكم يا رب ويخلي لكم اولادكم وينجح اولادنا اللي في السنه واللي احنا يا حبايبي الشهاده هي على وشك ان هي تبان. ربنا ينجحهم يا رب ويحقق لهم كل اللي بيتمنوه. ودايما كده يا رب يكونوا ايه، يعني من الطلبة الناجحين يعني وكده. ربنا يوفقهم يا رب ويجعل لنا أولادنا يا رب كلنا من حفظة القرآن الكريم يا رب. يا رب يجعلهم لنا من حفظة القرآن الكريم يا رب. ويا رب كده ينصر اخواتنا اللي في فلسطين. ربنا ينصرهم يا رب وينصرهم على من يعاديهم. ربنا كده يخليهم ويبارك فيهم ويبارك في اولادنا. وربنا يخلي المسلمين اجمعين وينصر اهل فلسطين يا رب. شايفين اهوت يا حبايبي وانا بكنس محمد ابن الله يهديه كده بيحب يلبس الشباشب الكبيره. اقول له يا ابني اتركن وكده. عيل صغير بقى ايه، معلش ايه لو كان مغلبكم كده في الفيديو او اي حاجه ما عجبتكوش في الفيديو، تعالوا كده ايه اكتبوا لي في التعليقات وانا قبل اي تعليقات منكم. هنلم بقى فرش الكنب دي يا حبايبي اللي بننام مع بعض وهنغسله علشان خاطر نحطه يبقى نضيفه كده. انت عارفين ان انا بحب اغسله اول باول. انا كده يا حبايبي تحت عند حماتي. انت عارفين ان انا في بيت عيله وكده، ودايما كده عندنا في بيت العيله اول ما بتصحي من النوم كده الصبح، او كان عندك حاجه فوقها تروقيها وكده وتنزلي على طول لحماتك علشان خاطر ربنا يخليهم لنا كده يا رب ويخلي لنا اولادنا. وما بتعملي لهم حاجه يا حبايبي ربنا بيبارك لك في اولادك وبيهدهم لك ويسترها معانا ومع المسلمين اجمعين. هل كده خلاص يومك خلص يا ام حنين؟ تعالوا بقى كده ايه، احنا عملنا فرش الكنب ونفضنا الحيطان وعملنا كده بره. تعالوا بقى يا حبايبي نخش ايه، ناخد الحسر كده في الحمام. عندنا الصرف، عقبال اللي ما ركبش صرف يا حبايبي يركب. وربنا كده يسترها معانا ومع المسلمين اجمعين يا حبايبي. عشان شايفين الحسر بتاعتي علشان انا بغسلها على طول دايما كده يا حبايبي، ما بتبقاش ايه اللي هي وسخه او بس انا بحب اعملهم على طول علشان خاطر يبقوا نضفوا كده. ادينا اهوت هنغسل الحسر مع بعض. لازما كده كل اسبوع بعملهم علشان خاطر احنا على الشارع وبيبقى فيه تراب وكده. بنجيب خلطه يا حبايبي كده من عند في ست جنبنا كده بتبيع خلطه جميله قوي للحسر وبتحتفظ بلون الحسر. شايفين الحسر ما شاء الله لا قوه الا بالله، لونها جميل ازاي ومزهزهه وجميله. لما بتحطيه كده للحسر بينضفها وبتبقى حلوه معاكي قوي. اهوت هنعملهم مع بعض، نغسل الحسر بتوع الصاله كده لان الدنيا تراب بره. لازما كده ايه تنضفيهم اول باول علشان خاطر ما يبوظوش منك بسرعه. شايفين يا حبايب الدنيا غلا اهيت، والحصيره وصلت ل 700 جنيه. اللي هي الكمبيوتر اللي زي ديت وصلت ل 700 جنيه. فانت ما تحافظي على الحاجه هتلاقيها، يعني ايه ما تفكريش ان انت ما تهمليها هتلاقيها. لا مش هتلاقيها، هتضيع منك ومش هتعرفي تجيبي غيرها. وربنا يسترها معانا يا رب مع المسلمين اجمعين. وانا عارفه كمان ان انتوا بتعملوا احسن مني، بس انا بحب اشارككم دايما كده معايا. ربنا يخليكم ويخلي لكم اولادكم يا رب ويبارك فيكم. اهو كده جايبه فرشه يا حبايبي كده علشان خاطر ايه ما تميليش وكده وظهرك يوجعك. في فرشه كده بتاعت بلاط بنجيبها وبتاعت الحسر برضو بتعملي كده ايه وانتي واقفه تقوم الحسر تنضف معاكي وتبقى جميل. اهو شايفين اهو باخدها حته بحته كده لان الحسر فيها ابيض زي ما انتوا شايفين كده. ولازما ايه تنضفيها علشان خاطر ما تقرحش منك.
والله الخلطه ديت يا حبايبي بتهون عليكي ياما، حتى لو في بقعه في الحسر او كده بتنضفها لك من غير ما بتتكي جامد وكده. الله يبارك لها يا رب. خالتي فايزه عندها بتجيب خلطات جميله قوي. تعالوا بقى كده بعد ما خلصنا الحسر هنطلع بقى ايه نمسح معاكم بره، علشان خاطر عبال ما انا ما بنشرش يا حبايبي الحسر. انا بغسل الحسر كده وبوقف عندنا المنور اللي انا كنت مصوراه معاكم ده، بفرش حته يعني بلاستيكه كده على على الارضيه بتاعه المنور عشان الحسر ما تتوسخش، واوقف فيها الحسر كده. كل ما بتفرديهم بيرهرطوا معاكم ما بيبقوش حلوين، انما ما توقفيهم كده حبه شويه صغيرين كده في المنور ده وتيجي تفرشيهم بتنيهم جداد على طول، والحسر كده ما ايه ما بتبص منك بسرعه. شايفين اهوت مسحنا اهوت. حتى كمان يا حبايبي بنجيب خلطه كده للمسيح، والله يا حبايبي بتخلي ريحه الشقه جميله قوي. ويا ريت فيديوهاتي تعجبكم، ويا ريت كده تكونوا بتسمعوني، ودايما كده يا رب نكون مع بعض. ربنا ما يحرمنيش منكم وما يحرمنيش من تعليقاتكم الجميله. تعالوا بقى نشوفوا المنظر بعد ما خلصنا. بالله عليكم ما استاهلش لايك منكم واشتراك، انا عارفه ان انتوا بتحبوني، ودايما كده برضه هتعملوا لي لايك واشتراك لان انا بحبكم في الله. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم. شايفين اهوت يا حبايبي فرشنا البياضات اهيت اللي على الكنبه. والله يا حبايبي لازم ما بتحطي ديت كده بتحتفظ بالكنب وبتبقى جميله وحلوه. شايفين اهوت. يا ريت الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه يا رب، ودايما كده ايه تكونوا منورين لقناتي. بحبكم في الله وبحب اشارككم دايما معايا في كل حاجه. ربنا ما يحرمنيش منكم وما يحرمنيش من تعليقاتكم الجميله. شايفين يا حبايبي المنظر اهوت بعد ما خلصنا كده يا حبايبي. يومنا خلص؟ لا لسه يا حبايبي، كده في تنظيف سطح علشان خاطر ما عمتي تيجي. ربنا يخليها لنا يا رب. يا حبايبي يا عمتي ديت فاتحه قناه اسمها يوميات ام روضه، بتنزل حاجات كده على النت. احن يعني ايه عمتي يا حبايبي كده اخوات جوزي بصراحه كلهم حنينين وبيحبوني. ربنا يخليهم يا رب وما يحرمناش ابدا من دخلتهم علينا. دايما كده يا رب يطلوا علينا ويهلوا علينا بدخلتهم الجميل. تعالوا كده ايه بيحبوا عيالنا يا حبايبي وبيحبونا. يعني بص ما بيعتبرناش كده ان احنا مرات اخوهم وكده، لا بيعتبرونا اخواتهم. ربنا يخلوهم يا رب ويخلوا لهم اولادهم. وعمتها عندها بنوته كده في الثانوي، ربنا ينجحها لها يا رب ويجعلها لها كده ايه دايما متفوقه على طول، ويحقق لها يا رب كل اللي بتتمناه. تعالوا كده وانتوا اولادكم كمان يعني ايه ربنا ينجحهم لهم. اللي عندهم اولاد في السنه وبيسمعوني ربنا ينجحهم لهم يا رب ويحقق لهم كل اللي بيتمنوه. ودايما كده يا رب يكونوا متفوقين ويحقق لهم كل اللي بيتمنوه يا رب، ومضيعش تعبهم ده على قلة فايدة. ربنا ايه يسترها معانا ومع المسلمين اجمعين. تعالوا بقى نطلع فوق على السطح كده. انتوا شايفين المنظر بتاع السطح ده عامل ازاي؟ تعالوا بقى ننضفه مع بعض علشان خاطر لما عماتي تيجي كده بنطلع يا حبايبي. النهار الايام دي موسم الذره وكده بنطلع نشوي ذره، او حبينا نشوي فراخ او كفته او حاجات من دي بنطلع فوق السطح. وهصور برضو معاكم يعني ايه مش هسيبكم ولا لحظه عشان انا بحبكم وبحب اشارككم دايما معايا في كل حاجه. شايفين يا حبايبي السطح الاولاد مخلينه عامل ازاي؟ عادي كل حاجه بتتروق بصوا وبتبقى نظيفه. بس انت كده هتقرصي على نفسك شويه كده وهتقومي كده يعني ايه تعملي كده ايه الشغل ده. شايفين يا حبايبي اهوت انا بصور لكم انا فوق السطح وبصور الشارع عندنا تحت اهوت عشان خاطر ايه اوريكم ان انا فوق السطوح وكده. تعالوا بقى نبدأ مع بعض كده في تنظيف السطح. بنلملم كده يا حبايبي الحاجات الكبيرة ديت الأول علشان خاطر يعني ايه لما تيجي تكنسي يبقى الكنس معاك حلو. والرمل ده هنرفعه كده يعني ايه هنقومه على بعضه كده تبقى السطح ايه بدأ يروق شوية. هتشوفوا دلوقتي كده ايه وانا بعمل. انا محبتش يعني ايه معلش طولت عليكم الفيديو قوي، ويا ريت كده ما تزهقوش مني، بس انا بحب اشارككم دايما معايا في كل حاجة. ربنا يخليكم ويخلي لكم اولادكم يا رب. ادينا اهوت هنلملم الحاجات الكبيره كده احنا وحنين وجمال ربنا يدوم الصحه عيالي يا حبايبي. قلت لهم كده تعالوا ايه نعمل مع بعض. طلعنا كده علشان خاطر نروق الدنيا ايه مع بعض. شوف المنظر كده تتخرع. اول ما طلعت قلت يعني ده هينضف ازاي وكده، بس عادي والله العظيم. اما بدأت في الشغل كده وبدأت ألملم كده الحاجات ديت والله العظيم كل حاجة يعني ايه بقت سهلة شوية. انا تعبت شوية ويعني الدنيا كانت حر وكده، بس عادي يعني ايه اما بتبص للمنظر بعد ما بتخلصي يعني ايه التعب كله بيروح.
يعني الحاجة ما بتنضف كده يا حبايبي. عندنا حماية ربنا يبارك في عمره يا رب ويديله الصحة، دايما معودنا كده ايه ان الحاجة تبقى نظيفة. لازم يحب فوق عندنا في شقتنا نظيف وتحت نظيف وفوق السطوح حتى كمان نظيف. انا معايا سلفة يا حبايبي ربنا يخليها لي يا رب، بس عشان هي حامل انا ما بحبش اتقل عليها يعني وكده. لما ربنا يقومها بالسلامة كده هطلعها معايا في فيديوهاتي وهتشوفها برضو، هي شاطرة وجميلة قوي ومحترمة. ربنا يخليها يا رب ويخلي لها اولادها، ودايما كده يا رب نكون كويسين مع بعض. تعالوا بقى شوفوا كده بعد ما خلصنا السطح. انا ما حبيتش اطول عليكم وانا بعمل وبكنس وكده علشان خاطر ما تزهقوش والعفار وكده يضايقكم او كده. شايفين اهوت المنظر بقى. لملمت الحاجات اللي كانت كبيره ديت بدات اولعها اهوت، ولعتها علشان خاطر ما يبقاش ايه في حاجات تانية تطير على السطح ولا كأن يبقى عملنا حاجه اهوت. هنبدأ بقى اهوت إيه حبايبي عيالي كده هينزلوا يجيبوا مية من تحت وهيرشوا كده السطح هيخلوه. والله يا حبايبي احنا ما كناش عايزين ننزل من تحت بعد ما عملنا كده. السطح نضف، وحماتي ربنا يبارك في عمرها كانت قاعدة معايا فوق مشجعاني. ربنا يديها الصحة يا رب ما يحرمهاش من صحتها. دايما كده بتحب تشاركني في كل حاجة. يا حبيبتي ما بتقدرش تعمل او كده لانها ست كبيرة، بس بتقعد كده بتنور المكان اللي هي قاعدة فيه. شايفين اهوت يعني ايه السطح اهوت نضف معاكم كله. اللي احنا ركناه يا حبايبي على جنب ده بيبقى فيه عربية عندنا كده، هنيجي بقى نحمله كده وايه وهنرميه على المشروع وكده. بس احنا المهم ان احنا لميناه علشان خاطر ما يبقاش متبحتر في السطح وكده و... ويبقى يعني منظره مش حلو او كده او يطير تاني يرجع على السطح. جمال ابن اهوت ربنا يديله الصحة ماسك المقشة وعايز يعمل زي ما انا بعمل. والله يا حبايبي يعني ايه بيساعد الواحد برضو. ربنا يرزقكم بالذرية الصالحة يا رب، واللي معاش اولاد ربنا يرضيها ويرزقها يا رب بعيالها كده يكونوا من حفظة القرآن الكريم يا رب. دايما كده يا رب تشاركوني، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم. هيجي بقى ابن صيبيتي كده عمر وجمال وحنين هينزلوا يجيبوا ميه ويرشوا السطح. يا حبايبي ما ترشوش، قالوا لا يا مرات خالي احنا هنرشه علشان خاطر يبقى ايه جميل وحلو. اهو جابوا المية اهوت يا حبايبي وبدأوا يرش كده اهوت، يعني فرحانين يعني ما شافوا السطح نضف، فرحانين كده ان هم عملوا حاجة معايا ونضفوها لغاية الاخر. يعني ربنا يديهم الصحة يا رب وينجحهم. هما قاعدين بيجيبوا ميه من تحت ويرشوا. ساعدوني والله الله يبارك لهم، لو ليش هما كانوا ايه بيساعدوني ربنا يديهم الصحه. والله كنت هتعب قوي. هما تهونوا عليها يعني ايه المسافه شويه. هما يعني ايه ما عملوش قوي، بس ايد على ايد بتساعد برضو. وربنا يدوكوا الصحه ويخلي لكم اولادكم. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك اهم حاجه والاشتراك علشان خاطر يوصلوك كل الفيديوهات بتاعتي الجديده. ودايما كده يا رب تكونوا مشاركيني في قناتي. ربنا يخلي لكم اولادكم ما يحرمكوش من صحتكم ابدا. يا ريت كده المنظر يعجبكم لغايه الاخر. يعني بصوا انا جبت لكم معايا لغايه الاخر خالص عشان ايه ان انا اوريكم بعد ما خلصت النهايه خالص. يا رب كده ايه دايما كنت نكون مع بعض وما يحرمنيش منكم وما يحرمنيش من تعليقاتكم الجميله. بحبكم في الله وبحب اشارككم دايما معايا في كل حاجه. ربنا ما يحرمنيش منكم. والله يا حبايبي دايما ست كده تقول بيت الراجل زي الجامع. ما تفكريش ان تعبك ده بيروح على قله فايده. والله يا حبايبي هيبقى لك في الاخره صواب. يعني ايه دول اختبروهم ابوك وامك وانت هتلاقي نفسك عايشه مرتاح. انت خلاص بقى يعني ابو جوزك وام جوزك خلاص بقى اعتبريهم ان هم ابوك وامك، وانت هتلاقي نفسك كده ايه حبيتيهم وكويسين. والله بيدعوا لي ربنا يخليهم يا رب وما يحرمنيش منهم. دايما كده بيدعوا لي دايما. والله يا حبايبي ست تقول بيت الراجل زي الجامع. لو عملت فيه بذمه ربنا هيرضيك. وما تفكريش يعني ان هو حتى لو هم ما بيشكركيش في ساعتها كده ما تستنيش الشكر من عبد. انت كده استنيه في الاخره هيبقى لك كده هيشفع عليك يوم القيامه. ربنا يسترها معانا ومع المسلمين اجمعين. ودايما كده يدينا الصحة بس ونعمل يا حبايبي. ده الصحة اخرتها حبايبي في البيت بتاعنا. يعني احنا ورا الجامع على طول بتبقي سامعة الاذان وبتبقى سامعة التكبيرات في العيد. بصي بتسمعي كل حاجة حلوة في الجامع. هوريكم يا حبايبي دلوقتي وانا واقفة كده هلقطلكوا اللي هي ايه المبنى بتاع الجامع. هوريها لكم برضو علشان خاطر تتأكدوا برضو ان انا كلامي يعني ايه ما بضحكش عليكم كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.